تعليقك ايه على هذه الصفقة اللي طال انتظارها الحقيقة لسنوات وسنوات؟ الحمد لله رب العالمين طبعا، الحمد لله تمت على خير. استنيت كتير على الصفقة بس الحمد لله يعني ان انا رحت نادي الزمالك. وطبعا بشكر نادي انبي ان هو يقف جنبي وقدر ان هو يوافق ان انا اروح نادي الزمالك وكده، وان شاء الله تبقى بالنسبة لي بوابة كويسة ان شاء الله يعني. اسلام حقق حلم حياته بالانضمام لنادي الزمالك؟ اه طبعا، هو طبعا كل واحد يعني ما يعني الحلم بتاعه بيبقى كبير ونفسه ان هو يبقى لاحسن واحسن. ان شاء الله اعمل كل حاجه لنادي الزمالك باذن الله، وان انا ان شاء الله اروح منتخب مصر وباذن الله احترف من نادي الزمالك ان شاء الله. شايف مستقبل نادي الزمالك ازاي؟ يعني انا مبسوط ان انا في الاجواء دي طبعا. نادي الزمالك نادي كبير وطبعا هو ماشي كويس في الدوري، واتمنى ان شاء الله ان انا اكون بشارك وان انا اخد معاهم بطولة الدوري وربنا يسهل ان شاء الله. وشايف ان الفريق يعني انا اول تمرينة ليا النهارده دخلت في الفريق بسرعة. اللعيبة كلها كويسة، اللعيبة كلها طبعا لعيبة كبيرة ولعيبة محترمة. طبعا شايف ان الاجواء كويسة جدا وان شاء الله تبقى خير باذن الله. بعد انضمامك بصورة رسمية كيف كان انطباع اللاعبين والجهاز الفني بنادي الزمالك؟ انا بقول لك يعني انا لسه قايل دلوقتي ان هم كلهم محترمين جدا طبعا، وانا كنت في المنتخب وعارفهم كلهم وكل ما فيش حد غريب عليا يعني. وطبعا ان شاء الله الزمالك طبعا هيبقى بيتي باذن الله ان شاء الله. انا اقدر العب من الماتش الجاي بس طبعا كله حسب الجهاز الفني ورؤيته ان انا ابقى جاهز او مش جاهز حسب ما هو يشوف يعني.